ايوه يا حسين. هاتي سلطه بسرعه وتعالي. حاضر يا حسين. اتفضل اقعد. اهلا وسهلا. الاستاذ وحيد رجل الاعمال المعروف، صديقي وصاحبي جدا. اهلا وسهلا. سوريا مراتي. اهلا. بيتهيألي شفت حضرتك قبل كده. ليه لا، ما هو وحيد بيه ساكن في العماره اللي في وش عمارتنا بالظبط. بس انا اول مره اشوف فيها حضرتك. ازاي بقى؟ قصدك ايه يا سوريا؟ يعني مدام جيران يبقى محتمل يكون شافني زي ما انا شفته. صحيح والله، ليه لا. محتمل فعلا اكون شفت المدام، بس للاسف مش متذكر. بس انا بقى متذكره جدا. يا شيخه، شفتيه ولا شافك كل ده مش مهم، المهم ناكل قبل الاكل الجميل ده ما يبرد. واضح ان المدام طباخه ممتازه. بالهنا والشفا. انت تعرف وحيد ده من امتى؟ من مده بسيطه. تعرف عنه ايه؟ كل خير طبعا. ايه ده، انت بتسالي ليه؟ لاني مستغربه من افعالك. ليه؟ وانا عملت ايه يعني؟ ازاي تعرف واحد من مده بسيطه وتسمح له يدخل البيت؟ يا سلام، واحد عزمني على الغداء اكتر من مره، وكل مره يدفع الشيء الفلاني في مطاعم وفنادق عمري ما دخلتها ولا هدخلها. ما عزموش مره بيتي على الغداء واحط في عيني حصوه ملح. انا بقول يعني ما يصحش واحد غريب يدخل بيتنا وانت ما تعرفوش كويس. مين قالك بس ان انا ما اعرفوش كويس؟ شوفي، انا رحت شركه الاستيراد والتصدير بتاعته، ورحت بيته، وعرفني كمان على اعز اصحابه. الله، ده انت تعرفه بقى من مده. لا، من مده قليله. هو لحقت في المده دي تعرف عنه كل حاجه وتثق فيه؟ يا سلام، وما ثقش فيه ليه؟ جاري وراجل شهم وكريم كرم ملهوش حدود. لكن انت بقى اللي اتعرفت بيه ولا هو اللي اتعرف بيك؟ ما تفرقش. يعني عرفته بعد ازاي؟ ابدا، اتقابلنا صدفه في محطه البنزين اللي في اخر الشارع، حضرني وانا بتخانق مع العامل اللي كان بيحط بنزين في عربيتي وعايز يسرقني في علامتين. والله، يعني شوفي علامتين وعايزني ادفع ثمنهم. ملهوش حق. المهم حصل ايه بعد كده؟ فجاه يا ستي لقيت واحد ماسك العامل ده ونازل فيه تهزيق، وخلاه يفول العربيه على حسابه. والله على حسابه، يعني هو اللي دفع كل حاجه. اول ما عرف ان انا حطيت 5 لتر بس في التانك. وانت وافقت يحط لك بنزين من جيبه؟ يا سلام، طب وارفض